مساء الخير، مساء الخير على الجميع. مساء الخير. في رسائل مهمة جدا عاوز أتكلم فيها، لكن ما شايف تعليقات ولا شايف أي مشاهدة، فأنا ما أعرف الشبكة ولا كل حاجة. ما ظهر لي يا شباب. لو في زر الرسالة ظاهر له أو الفيديو ظاهر له كده، خليه يكتب لي أي تعليق. ما ظاهر عندي هنا. كده اكتب لي تعليق. ايوه، شايف في مشاهدة، في مشاهدة، لكن التعليقات ما ظهر. كده اكتبوا لي التعليقات يا شباب. ما شايف. ايوه بس. تسلم يا ياسر، تسلم تسلم. خلاص بس بعد كده التعليقات ظهرت. اوكي، مساء الخير على الجميع اينما كنتم. فنبدأ في البدء الرحمة والمغفرة لكل الشهداء الذين سقطت أرواحهم من الجنود قوات شعبنا المسلحة، وأيضا الرحمة والمغفرة لكل المواطنين الذين سقطت أرواحهم جراء هذه الحرب، وشفاء الآجل للجرحى وعودة حميدة للمفقودين. طبعا اليوم عاوز أتكلم في رسائل مهمة جدا بالنسبة للنشطاء وبالنسبة لحاكم إقليم دارفور ولوالي ولاية الفاشر. في رسائل مهمة جدا داير أرسلها. طبعا زي ما تعلمون دارفور يا جماعة مستهدفة لاحتلال بالكامل. فعلى كل حال قبل ما أخش في الرسائل، طبعا أبشركم اليومين دي زي 3 يوم الجيش السوداني يعني بال الجنجويد ده بل زي البل كويس، أقسم بالله بال النوم. طبعا زي ما شاهدتوا الفيديوهات، طبعا أنا عندي الفيديوهات لكن بخاف يعني ممكن الصفحة تتهكر، عشان كده بخاف عليها. فعلى كل حال الشيء ماشي هسه في أرض الواقع. الجيش السوداني بدأ يتحرك بصورة كثيفة جدا جدا، وأم درمان اتنظفت، ويومين 3 إن شاء الله الخرطوم وخرطوم بحري كلها تنضف من الجنجويد الخزرين الرباتة القتلة. والله الواحد بفرح يعني لما الجيش يتحرك كويس. حتى الشعب السوداني هناك في السودان كله يعني بفرح، حتى أمهاتنا وأبهاتنا والأخوان لما يشوفوا الجيش كلهم بيجوا طالعين، يعني بيحسوا بالأمان كويس. وزي ما ملاحظين طبعا أيامنا في يعني طائرات جديدة خشت، وفي شغل نوعي يعني من القوات الخاصة، وزي ما قال ذاته الفريق أول ياسر أطا زي ما يتكلم قال الجنجويد بعد كده يشوفوا لهم مخرج بل تقيل. على كل حال يعني واحد بفرح والله لما الجيش يتقدم، لأنه نحن بندعم الجيش مهما كان الجيش ده قياداته وسخة وقياداته خزرين، لكن في الوقت الحالي نحن كلنا
أي شعب سوداني يدعم الجيش، لأنه يعني الجيش هو العمود الفقري للدولة. كل دول العالم بيعتمدوا للجيش كويس، وبالذات الدول الثانية يعني الدول الأخرى يعني كلها بتهتم بالجيش اهتمام كبير جدا جدا، إلا دولتنا السودانية يعني كان أجهلت الجيش، ما كان عندهم رواتب كويسة، حوافز ما في. لكن يعني شوف عشان تعرف الجيش السوداني جيش وطني، الجيش الشرفاء من الجنود كويس، وضباط الصف يعني شرفاء، رغم انه المؤسسة كانت يعني ظلمتهم، لكن يعني لسه هم مواصلين وبيقاتلوا بكل شجاعة لكي يخضوا على الجنجويد المرتزقة. على كل حال زي ما قلت عندي رسائل مهمة جدا للنشطاء. فأنا شايف في اليومين دي في تخيير، يعني في تخيير نوعا ما في الخطابات بتاعت النشطاء. يعني يقول لك الشماليين كويس، والشماليين يجيبوا جاي يقول لك انتوا القرابة. يا جماعة دي ما هو كده لكل النشطاء، والله مع احترامي لكم النشطاء كلهم. الخطاب الفضفاض ده ما وقته. أي ناشط عندك مشكلة مع ناشط ده ما وقته. نحن الآن في حالة حرب، وكما تعلمون يعني الحرب دي ما هي حرب بس صغيرة، حرب يعني حرب عميقة جدا كويس، وفي مؤامرات من دول خارجية. إذن المؤامرات دي كلها يعني من أجل الاحتلال والقضاء على الهوية السودانية كويس. يعني الحرب دي خطيرة جدا، وده شيء واحد يعني النشطاء ما قاعد يتكلموا فيه، بالذات الهوية. في دول بتسعى لكي تطمس الهوية السودانية. دي حاجة يعني دارين يعني يطلعونا من هويتنا الإفريقية ويصبونا لدائرة الأرض. فإذا كده خلي الناس تنتبه. دولتنا بتواجه مؤامرات كبيرة جدا. في ناس عندها أطماع يعني دائرة تستفيد من الخيرات بتاعت الدولة السودانية، وبعدين في دول دائرة تطمس هوية الدولة السودانية، ما يسمى بالتغيير الديموغرافي، وبالذات الشيء اللي بيحصل في دارفور احتلال واضح. فمن هنا أنا برسل رسالتي للنشطاء، كل النشطاء بما فيهم الانصرافي كويس والبسيوني، في هذا الوقت وقت الحرب خلي الناس تعدل الخطاب، صلحوا الخطابات. ده ما زمن انه انت يعني تتكلم في خطاب فضفاض، خطاب سياسي تمام. وبعدين في حاجة واحد خليها اوديها برضو قبل ما نتأمق في الرسالة. انا طبعا ما انسان سياسي، عشان ما يجي واحد ويقول لك ديسيس ده 200 يتألم السياسة ودار يطلع في الميديا ويتشيطن. لا لا لا، انا انسان اعلامي جورناليست، بوصل لك المعلومة بس. الشيء الموجود في ارض الواقع انا بوصل المعلومة، وبعدك في حاجات يعني انا بقراها من قراءتي البسيطة كويس لواقع سياسي، او يعني اي شيء ماشي في ارض الواقع ممكن انا بقراه قراية بسيطة وبشيل يعني الجانب الايجابي وبيجي بيتكلم فيه. انا ما سياسي، خلي كل زول يعرف، وانا انسان اعلامي فقط برسل لكم الرسالة، وبعد ذلك معلومات وبقرا الواقع السياسي، والهدف نرسل المعلومة، وبعد ذلك ندافع عن دولتنا وعن دارفور، وبالذات دارفور والجنين. لازم
أي زول يتكلم في الجنينة دي بالذات، لأن الجنينة مصطباها يا جماعة، وما في أي إنغاز، ما في أي دعم من حكومة المركز. لازم نحن نتكلم كويس. من هنا ياهو أنا بس رسالتي، طبعا أنا عندي رسائل كثيرة، لكن ببدأ بالرسالة أو الأولى هي للنشطاء. أقسم بالله العظيم يا جماعة الخطاب العنصري والله ما يقدمنا لقدام، والحرب دي خلينا نستفيد منها يا جماعة. دولتنا دي كان فيها حاجات كثيرة جدا جدا يا جماعة، من الظلم اللي حصل بالنسبة للدارفوريين والنوبة، يعني في ظلم كويس من المؤسسة دي، في ظلم، ومن الحكومة السودانية كان في ظلم، لكن ده ما وقته. ونحن كدارفوريين ما اتمردنا للجيش السوداني، ولسه إننا قادة متمردين، ولسه هم في الغابة كويس، لكن نحن واقفين مع الجيش، لأنه القضية أصبحت قضية وطن واحتلال واضح. فعشان كده بليز والله يا نشطاء، ده ما وقت الخطاب الفضفاض. يعني انت مثلا دار تتكلم في زول، في ناشط، اتكلم في فكره، ما تتكلم في شخصه هو ذاته، ده ما وقته. لأنه انت تتكلم في شخصه، ومعروف طبعا الطبيعة بتاعت البشر معروف، الإنسان طبعا ما بيتحمل وبينكسر بصورة سريعة جدا جدا. انت اللي تتكلم في شخصه، هو قدم فكرك ما عجبه، تعال اطرح فكرتك، وبعدك انتقده في فكره، ما تنتقده في شخصيته هو كويس. وبالذات يا اخواننا الدارفوريين، الخطابات الفضفاضة وناس الشمال سووا وفعلا سووا كويس، وده ما النشطاء هم الفعل هو المؤسسة العسكرية والحكومة السودانية كويس، والسياسيين. الظلم الكبير اللي حصل في الدولة السودانية ما الشاب الشمالي، ما الشاب، ما مواطنين شمال، الحكومة من الشمال، الحكومة اللي في المركز هي ظلمت الدارفوريين والنوبة والنيل الأزرق كويس، زي الناشط انصرافي يعني انت دار تتكلم فيه، اتكلم في فكره كويس. فدي رسالتي بالنسبة للنشطاء، يعني لازم نكون إننا درجة وعي بسيطة جدا كده في الأيام دي بالذات، لأنه المتمردين أو الدعم السريع أو مرتزقة سميهم ما تشاء، بيستغلوا الإعلام كويس، وهم يعني نشطين في الإعلام. عشان كده يعني لما يشوفوا نشطاء هم بينتقدوا مع بعض، بيستغلوا الفرصة، وبيقول لك هم ذاته شنو ما متفقين مع بعض كويس، وبيخترقوا. عشان كده يعني نحن أي ناشط سياسي، إنسان إعلامي، ده ما وقت المشاجرة. خلونا نكون كلنا في صف واحد كسودانيين. بعد ما ننتهي من الحرب، بعدك في تصفيات، في حسابات جد، بالذات مع المؤسسة العسكرية في حسابات كويس. فعشان كده يا جماعة خلي نغير الخطاب. دي رسالتي بالنسبة للنشطة، وبالذات الانصرافي. أنا سميت امبارح يعني والله الانصرافي له التحية والتقدير، يعني ما قصر، قدم من زمن الثورة بتاع ديسمبر، يعني بيقدم ولسه بيقدم الأكثر، ودعم الجيش. ونحن كلنا والله أقسم بالله بندعم الجيش. ليه بندعم الجيش؟ لأنه في غزو أجنبي وفي مرتزقة كويس عايزين يحتلوا السودان زي ما حصل في دارفور، ده احتلال واضح كويس. ف بعدك أنا سميت امبارح يعني الانصرافي كان بيتكلم في قضية الجنينة، وقال الجمعة الجاية ستكون جمعة الجنينة كشعار، والمواطن بتاعت الخرطوم كله يخرج ويدعم الجنينة بالإعلام. لكن الانصرافي كان
في رسالته كان وجه الرسالة لمناوي بأنه هو حاكم إقليم ولازم يقوم بدوره ويمشي وينقذ الجنينة. فيا الانصرافي والله أنا دار أديك شيء واحد، ما هو مني ده ما قال لك هو محايد كويس منذ اليوم الأول ما قاتل مع الجنجويد ده. هسه يعني هنا لو دارين ندعم الجنينة يا الانصرافي وأي ناشط بيتكلم عن الجنينة كويس بنقدرك وبنشيلك في راسنا، لكن يعني احنا دايرين ننادي من القادة مباشرة من الجيش وليس مناوي ما هينقذ جنينة أبدا، لأنه قال محايد وما هسه انتوا شايفينه خطاباته كل يوم قال بنادي بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وسلمية ولا نريد حرب، يعني ده كلامه. فعشان كده أنا الانصرافي إذا أنت صحيح دار تدعمنا في الجنين ودار تدعم شعب الدارفوري أتقط على البرهان وليس على مني كويس. دي بس رسالتي لك لو داير وأنا بشكرك لأنك قدمت والله. وأكتر ناجد من الشمال بيتكلم يعني عن الجنينة، تحية وتجلى لك، لكن مناوي ده قال خليه بالجنب للانصراف. أنا سامع قاعد يتكلم فيه كثير مناوي فاول ومناوي سوا، لكن هو ما هيفعل شيء أبدا. وبعدين أنا عندي رسالة لمناوي برضو، لكن رسالتي لك الجنينة الجمعة الجاية دي، وطبعا انت سميتها بجمعة الجنينة وطلبت من مواطنين بتاعت العاصمة كلهم يقوموا ويدعموا الجنينة، فهذا كلام جميل جدا. لكن زي ما قلت لك شعاراتكم تكون كويس إنقاذ الجنينة أو دعم الجنينة من الجيش السوداني وليس مني. كونك تطلعوا في جمعة الجنينة وتطالبوا من مناوي أن ينقذكم في دارفور أو ينقذ في جنينة، ما بيقدر بفعل شيء، لأنه لسه محايد قال ما داير الحرب. فطيب انت زول قال ما داير حرب وهو محايد يحميك كيف؟ طيب هنا يمشي كيف وقال محايد؟ مع العلم بأنه المحايدة في وقت الحرب وبالذات في هذا الزمن غير مقبول، وأي إنسان بقول محايد ده انت بكون شنو حساباتك بتكون مختلفة، لأنه ما في حاجة بقول لها محايد في هذا الوقت، إما أن تقيف مع دعم السريع ومع الجيش، واحد من الاثنين كويس. انت كنت كقائد بتاعت حركة، والحركة دي كانت من أجل تحرير السودان كويس وفرض العدالة والمساواة في الدولة السودانية ومن حماية الدارفوريين. فأنت هنا مجبور تشوف الدارفوريين بيموتوا كويس وبيصطباحهم كل يوم، لكن أنت لسه تقول محايد. فأنا ما قادر أفهم الحتة دي. فعلى كل حال يا الانصرافي أنا زي ما قلت لك دعم بتاع الجنينة تكون من البرهان مباشرة، لأنه في جيش في الجنينة، بس ناقصوا سلاح وذخيرة، وبعد ذاك خلوا الباقي للجيش الموجود هنا. وزي ما ناديته بالاستغفار نادوا من البرهان كويس أن يصلح الشعب في دارفور، يستنفروا كل أهل دارفور يستنفروا ويكونوا باقين في دارفور. ما في زول من دارفور يعني يستنفر ويقول أنا ماشي الخرطوم ننهي الحرب في خرطوم أول بعد ذاك. لا الاستنفار يكون في مكانه. فهسي يا الانصرافي إذا صحيح الجيش والبرهان دار ينقذ جنينة ودار ينقذ دارفور، خليه يمشي يستنفر الشعب هنا، خليه يرسل سلاح وذخائر ومؤن. الناس لسه جيعانه وتعبانه وما في أي حاجة، ما في موية ما في أكل. إذا الجيش ده صحيح دار يقدم لنا دعم في دارفور
خليه يقوم طوالي. ما في داعي يقوم جيش، الجيش ده خليه يقعد ويحرر العاصمة، لكن خليه يتأمن بزغائر وبسلاح هناك. وأنا سامع قالوا في 10 طائرات جديدة، طيران تركيا، وبعد ذاك في طيران مسيرة قالوا 470 طائرة مسيرة. ده البسيوني قالها بلسان 470 طائرة مسيرة، يعني قال 470 طائرة، يعني شغالين كلها حاجة بتاعت 50 طائرة مسيرة. ليه الطمع والجشع ده؟ دارفور لو لقيت له 50 طائرة مسيرة ساكت الأمور يا أخي مش 50، 10 طائرة مسيرة. ومن الطائرات العشرة اللي اشتروها الأباتشي ولا A5 ولا الميجو العشرة ما خليته 5 في دارفور، مش 5 يا أخي، 2 بس. والناس دائما بتكوري الجنين واستواهو واد أمون. الحكومة دي ما دارت تأمن في الجنين. نحن دارين نعرف المشكلة وين. مشكلتهم قالوا خميس كان حليف للدعم السري، خميس ما لسه ما في دعم. ما نو في شيء ما طبيعي يا جماعة، في شيء ما طبيعي. فخلاص نحن كشعب دارفوري لازم نقوم ونطالب بحقنا. كويس. والإسرافي أيضا أنا قبل قاعد سامي بيتكلم وقاعد بقول لمني انتم ما دارين تقوموا وتشاكلوا وقاعدين تحددونا بالانفصال. ده ما تحديد الانصراف. والانصراف ايضا قال انت تحددونا بالانفصال. كويس. وما هتقدروا تنفصلوا. لا نقدر ننفصل، والله هننفصل. كويس. اننا الشرعيه التامه عشان ننفصل، لكن احنا ما دارين انفصال بالنادي بالقوميه، وبالذات في هذا الوقت. كويس. لكن حق مشروع، ده حقنا حق مشروع يا الانصراف. عشان كده انا قلت لك الانصراف الخطاب الفضفاض في هذا الوقت ما مطلوب، غير مطلوب. لكن الشعب الدارفوري اقصاءات الحصلت دي كلها، الناس اللي ماتت دي كلها، ما يكون عنده حق. كيف الانصراف يطالب بتقرير المصير؟ يكون عنده حق. هو معروف، هو قبل اليوم كان دولة براء وجاي يندمر. طبعا معروف، التاريخ ما بيرحم، التاريخ موجود. كويس. ما بس هو كان كلها سودان واحد وقال لك انا داير انفصل. هنا انت بتكون يعني تجبره ما ينفصل، لكن هو قبل اليوم كان دولة مستقلة. كويس. انضم باتفاقيات، فعنده الحق ينفصل. لكن في الوقت الحالي نحن كدارفوريين بالنادي بالقومية أكثر من الانفصال. لكن إذا انجبرنا وما لقينا أي دعم من المركز ممكن نطالب بالانفصال. ممكن التقرير المصير يعني واجب علينا نحن كدارفوريين أو في الجنينة كدار مسالك لازم. لأنه ما ممكن يا جماعة، ما ممكن أصلا شيء لا يتصور. الليلة الجيش عنده سلاح، عنده صغير، عنده طيران. ليه ما قادر ينقذ دارفور ب5 طائرات؟ ليه؟ قالوا الحركات المسلحة الوقعت في اتفاقية جوبا كلهم حلفاء لهمتي، وبالذات في الجنينة قالوا خميس كان حليف وقع في اتفاقية جوبا، وقع في الإطاري. كويس. خميس ده ياهو اختالوه، لا برهان جاي يتكلم فيه ولا قال نرجي حق، ولا حتى من القادة الشرفاء ما يتكلموا. كويس. فنحن ما عارفين المشكلة، دارين نعرف المشكلة هي أصلا معروفة طبعا، في اتفاقيات تمت خلف الكواليس، معروف. ده قبل الحرب في اتفاقيات حصلت. وانتوا تعرفون كان علاقة البرهان بهمتي كيف، علاقة حميمة جدا كان، معروف الحصل. لكن احنا ما دارين هسي ننكت في هذا الوقت، لكن منتظرين من حكومة المركز. لسه عندنا الأمل في حكومة المركز أن يدعمنا، لكن أنا ما أعرف الحكومة دي رفضت، وكده نصبر ونشوف. لكن الانصراف كونه تقول تحددونا بالانفصال ده ما وقته، وده ما في داعي للكلام ده. الانصراف في هذا الوقت بالذات. كويس. وما تحديد، ده حق مشروع، لازم تعرف هذا الكلام يا أخي. الانصرافي لك التحية والتقدير، والله أنا بحترمه. كويس. بعدين دي رسالتي بالنسبة للانصراف. بعدك بكون في رسالة تانية برضو بالنسبة لوالي ولاية الفاشر
كويس. نمر أنا شايفه هو برضو في خطابه كان جابه في الحدث وقال يعني نحن ما دايرين مشاكل ولازم نضغط على الجانبين بأن يوقف الحرب. وكان قبل اليوم اشتبكوا في الفاشر، ولكن الوالي يعني قال ما داير الحرب ولازم يضغط على الطرفين بأن يوقفوا الحرب ويتوصلوا إلى حل سلمي. لا ما في حل سلمي يا والي ولاية الفاشر. حل سلمي شنو؟ انت اذا قلت مهايد طبعا انت ما وخات ومشيت. اذا قلت شوف الطيس يا والي، الطيس الحصل في جنينة ده والخميس الطريقة البشعة اللي اختاروا ده انت ما شفته يعني؟ اقسم بالله العظيم الدام السري او الجنجويد والله خدارين هيخضروا بك. ما تجي وتقول نحن دارين حل سلمي ونضغط على الطرفين ان يوقف. ما في زول بوقف لك حرب ده بالذات في الخرطوم ده، ولا تتأبوا نفسهم. حرب شنو بقف؟ والجيش يا دوب يستعد داير يقاتل تقول له اوقف الحرب؟ كلامكم ماشي هباء منصورا. انت ومني ذاته قاعدين تتكلموا وبتقولوا يعني لازم نضغط على الطرفين. كويس. خطابكم مكرر طبعا وما دايرين نحن حرب. ومني قالها طبعا فترة طويلة جدا، قال برضو ما دايرين حرب. لا دايرين حرب نحن. حرب دي لازم تستمر والدام ستريت ده لازم والجنجويد لازم ياخدوا عليهم خدات تام. ما دايرين ولا جنجويد واحد في الدولة السودانية نهائيا، لأنه أقسم بالله الأراضي السودانية أراضي تحرق وما بتشبههم. ما دايرين. شوف أقسم بالله أنا بقول لك نمر والي ولاية الفاشر ومعه مني حاكم إقليم. لو انتوا قلتوا محايدين ما دارين تشاكلوا على الأقل خلوا الجيش ده يشاكل. الجيش ده خليه يقضي على الدعم السريع. كويس. وبعدين في خطابات مسربة خطيرة جدا بالنسبة للدعم السريع. كويس. وموقفهم من فاشل. اقسم بالله جاينك والله بجوك. انتبه. قال لك الجنينة دي او الجنينة يا اخي والله الجنينة دي ذاتها بقت تتكرر في اللسان كتير، لانه طبعا معروف الحصل في جنينة. داير اقول فاشل جيت توالي قلت جنينة، لانه حتى واحد يعني حتى في الونسات العادية برضو دائما جنينة جنينة جنينة. خلاص الكلمة اتكررت واللسان اعتاد على كلمة جنينة. فعلى كل حال انا زي ما قلت شوف والي ولاية الفاشر حاكم اقليم دارفور مني اركم النار. انتوا لو قلتوا محايدين وما دايرين تشاكل بقواتكم دي على الاقل ابقوا طرف. ابقوا طرف. ما تقتلوا المواطن الدارفوري بسببكم انتوا. الحصل في جنينة معروف الحصل في جنينة ده وجايكم في فاشر وفي نيال وماشي. انتوا لو قلتوا محايدين وده جبن محايدين بتاع شنو؟ ده جبن شاكل اغضي على الناس ده. هم ما هيخلوك. انتوا ما قادرين تفهموا ولا الحاصل شنو يعني؟ هيخلوك كيف؟ خميس ده ما كان يعني الصديق المغرب للدعم السري وللميليشيا قتلوه معه. الناس دي احتلال. افهموا يا حاكم اقليم دارفور ويا نمر افهموا. ده احتلال اقسم بالله احتلال. شوف الناس دي قال لك يعني بيفتخروا بالاحتلال ومعروف. انت يعني طبعا لو قدرت تخترقهم في حاجات كثيرة جدا جدا. دارفور دي معروف اقسم بالله معروف. دارفور ده طبعا هم بلان ايه كان في خرطوم، بلان بي هو دارفور. يفشلوا في خرطوم راجعين دارفور طوالي، وهسه حاليا قاعدين يرجعوا. واقسم بالله العظيم شوف الايام دي الجيش السوداني اقسم بالله داربهم ضربة من حديد في خرطوم. ومبروك والتهيئة والتقدير للأشاوس بتاعت الجيش السوداني. اضربوه ما ترحموهم لانه الناس ده ما عندهم رحمه. اقسم بالله جنجويدي ما عنده رحمه في قلبه. شفتوا استهداف بتاع الجنينه كانت كيف؟
فأنا من هنا رسالتي لوالي ولاية الفاشر ولا حاكم إقليم، انتوا إذا بقيتوا جبانين وقلتوا محايدين على الأقل أكبر طرف، خلوا الجيش ده يشتغل الشغل. الفاشر الجيش ده خليه يقوم ويشاكل ويقضي على الدعم السريع. ما تقول تقول لي أنا محايد خلاص أقول طرف. ما تقول لي دارين نوقف الحرب، توقف على شنو؟ ما يقف حرب ده، ما يقف. حرب ده يستمر إلى ما نقضوا إلى آخر جنجويدي في الدولة السودانية. حرب بشنو تجي في حرب؟ إذا أنتوا قلتوا محايدين أبقوا طرف، خلوا الجيش ده يشتغل شغله. وقولوا محايدين زي ده الدور جايكم. أقسم بالله الدور جايكم. أنا ما بتمنى لكم شيء، لأنه أنتم بني جلدتي، والله ما أتمنى لكم شيء. لكن الدور جاي. ما هيخلوكم. قال لك أقسم بالله يعني في تقرير بتاعت الجماعة ده، قال لك الفاشر دي حتى لو ما قدرنا استولينا على عسكريا، قال لك لازم نغسل والي كويس، الوالي بتاعت الفاشر. وقال لك حتى لو بالانتخابات لازم قال لك نخش ونسيطر على الفاشر. قال لك حتى بالانتخابات. وقال لك نغسل والي كويس، لأنه الوالي في خطاباته قاعد يتكلم ونحن بننادي للسلمية وما مشاكل والناس تتعايش، عشان دارين يستدرجوك كويس يومين ثلاثة، تعمل معهم اتفاقيات وهدن وجراجر وكلام الفارغ ده، وبعد شوية بيقصوا. دي رسالتي لك من هنا. وأنا والله رسائلي دي للتاريخ، دي رسائل للتاريخ. أنا ما هنا بتكلم ساكت، بتكلم أنا أول حاجة بغذي الماين بتاعي بالمعلومات، بعدك بجي بتكلم، ما بتكلم من فراغ. فأنا دي رسالتي لكم بس. أقول يتجابونا زي ده إلى ما الدور يجيبوا، وأنا ما داير الشر يحصل فيه، ربنا يرفع الشر منه. لكن أبقوا رجال، أحموا أهلكم. إذا ما دايرين تحموهم خلي الجيش ده بحميه، ما تقفوا في طريق الجيش كويس. دي رسالتي بالنسبة لشنو؟ لوالي الفاشر ولا حاكم إقليم دارفور كويس. وبعد ذاك يعني أنا بكون عندي شنو؟ طبعا الزمن برضو فات، فبكون ما في حاجة كتير. دي رسالتي طبعا. بعد ذاك بكون إننا رسالة للجيش السوداني. شايفين انكم اليومين دي يعني انكم زي 3 يوم شغالين، اقسم بالله الجيش شغال، لكن ليه انتم بتنسوا دارفور ده والجنينة دي؟ ما في يعني انا متحير المؤسسة دي فيها كم ألف ضابط وكم ألف جندي يا اخي. ما في زول واحد بيكون شريف، يعني ما في زول واحد بيكون شريف وبقوم بآرد البرهان ويقول لازم ندعم الجنين. ليه السياح؟ ففي شيء ما واضح في الحرب ده، وبالذات في قضية دارفور ده. في شيء ما واضح للإنسان العادي، ما واضح له، لكن أقسم بالله في بيعرفوه. القادة بتاعكم كدارفورين والله قادتكم عارفين الشيء اللي بيحصل، والاتفاقيات اللي حصلت في خلف الكواليس والله يعرفين، بيعرفوه، لكن ما دارين يوروكم كويس. إذا ما دارين تحارب الناس اللي وقعت في جوبا، استنفر الشعب الدارفوري. السلاح اللي عندكم ده ادوا له. انتوا السلاح ده ماشيين بوه وين؟ هو تاني بعد الحرب ده انتوا عندكم وجود؟ والله ما في لكم وجود. الجيش السوداني والله اتخذ منكم موقف، والله يا تندمجوا في الجيش يا تنضربوا. اي واحد والله بفقد اسمه ده الكرسي الدائما بتاع الموضوع ده، والله تفقد. الجيش السوداني يا دمجكم وبقيتوا يعني ضباط عاديين ولا جنود ذاته. موقف الجيش السوداني معروف واضح. بعدك في رسائل للجيش السوداني. الجيش السوداني ده يا جماعة في أشياء لازم الجيش السوداني ينتبه لها. أي زول بيقوم وبيتكلم كدابت كويس أو أميد أقيد بيتكلم باسم الجيش السوداني، لازم يا جماعة توقفوه. الكلام ما يكون عشوائي. الجيش لازم يكون يكون حكومة الحرب، يكون يعني لجنة إعلامية
تقوم بالعمل الإعلامي ده. ما يزول يقوم أسي زي طارق كيجاب ده هيفشلكم يا جيش. شنو دولة 56 والتواريخ القديمة يمكث فيها ده شنو ده؟ ده ما زمن دولة 56 وده ما زمن الخطاب العنصري ويتكلم في عبد العزيز الحلو ويتجرأ. ما يتكلم في عبد العزيز الحلو بالخزارة دي يا أخي. وهنلحقه ونمشي ونضربه ونجيو ده شنو ده؟ الجيش ده لازم يقوم زي ما قلت يقيم حكومة الحرب، إعلان حالة الطوارئ، إسكات كل الأحزاب السياسية. أي حزب سياسي بيفرفر يسكتوه، ما يتكلم، ما في زول يتكلم شوي، ما في زول يتكلم، لأنه الأحزاب السياسية هي ديات السودان. أنت إذا الليلة دار تحل المشكلة لازم ترجع للجذور. والأصحاب سبب المشكلة هم الأحزاب، لأنه الأحزاب كويس قالوا يل إطاري يل حرب معروف، وهم اللي أدوا شريعة لهمتي عشان يشاكل، عشان يقود المعركة ده. والله الجرين لاين الضوء الأخضر جاء من الأحزاب السياسية، عشان كده سكتوهم كله، لازم يسكتوا. وشوف الأيام دي الجيش السوداني يعني في خرطوم بيجوا بيشتغلوا شغل جد والله، ونحن فرحانين ودارين الجيش السوداني ينتصر. لكن ما تنسوا دارفور، بسم الله ما تنسوا يا أخي. لو قلتوا مني أمشوا على الأقل ما ياهو جيش هناك جاي أدوم السلاح وأدوم الزخائر. من دخلوا طرفه قال مهايد، بعد ما الحرب ينتهي من ده بيجي شنو؟ يا يندم يا ينضرب، معروف. الجيش السوداني أخذ موقف ده، قال يا ينضم يا ينضرب. خلاص ما تنسوا دارفور. الظلم ده ما زمن الظلم. الشعب الدارفوري كله واقف معكم. الناس النشطاء وبتشوفون في الخارج ده كلهم دارفوري واقفين معكم. على الأقل تسدلهم المعروف. وابن الشمال لازم تنادوا بدعم بتاع دارفور. وانت داير دعم بتاع دارفور ما تطلبها مني، عليه غلا ما تطلبها مني. لو كان بدعم مني، لو كان بدعم في دارفور كان دعم زمان، ما قال أنا معاي. عشان كده يكون شو مباشرة من برهان مباشرة والمؤسسة العسكرية. دي رسالتي للجيش السوداني، لازم يتم إسكات جميع الأحزاب السياسية، ما يتكلموا كلام فارغ نهائي. وزي ما قلت لكم في الجيش في الجنينة في أردمطة الدور جايكم انتو برضو. اقسم بالله اقول اسمعوا لي كلام البرهان وتعليمات ما في لغاية ما تشيلوا شلالكم. الدور جايكم انا قلت لك، وما بيتكلم ساكت. انا بحثتها كويس ولقيت المعلومة، بعد ذاك انا جاي. على الاقل شوف الدعم السرير موجود في مطار الجنينة، لازم تهاجموه. ما تخلوا انه موجود في المطار. اقسم بالله وجودهم في المطار ده خطر. الجيش السوداني في الجنينة في أردمطة لو رسالتي ده وصلت اهجموهم، اخضروهم لانهم خدارين. قبل ما يخضروا بكم انتوا اخضروهم. وجودهم في المطار خطر، اقسم بالله خطر. والدورة دي استهداف للجيش الموجود في أردمطة، ما المواطن ما أبادو خلاص. في شنو؟ مواطن أبادو انتهى. عشان كده الجيش الموجود في أردمطة انتبه، هاجم قبل ما يهاجموك. لازم تهاجموا قبل ما يهاجموكم. خلوا الجبن. ليه تنتظروا تعليمات من البرهان لغاية ما يجوا ياخدوا عليكم؟ ما ممكن أصلا، ما ممكن. والبرهان عالم تابع الأمر خلاص. سلاح اللي عندكم ذخيرة أدوا للمواطن القاعد معكم، خليه يخوض معارك معكم. وانتوا لازم تبادروا وتهجموا وتخضروا. حرب يكون بفهم وتكتيك وخضر. قوموا فوق، اقسم بالله يقوم. اخضروا قبل ما يخضروكم.
والفاشر أيضا مخطط خطير جايكم برضو، انتبهوا. الجيش اللي في الفاشر استنفروا الشعب. طبعا بنختم. طبعا الأيام دي في تغيير في المعادلة السياسية، وحتى الجانب العسكري في معادلات وموازين اتغيرت. اقسم بالله ابشروا سايد الجيش السوداني هينتصر في الخرطوم، هينتصر والله. ما في داعي يصير ينتصر على الجيش نهائيا. المعادلة اتغيرت كويس. شوف المعادلة اللي داير تعرفها اتغيرت. شوف منبر جدة امريكا سحبت ومشت، وبعد ذاك فكوا اللجام يعني هسي كويس. البرهان اخذ نفس، بقى يصدر قرارات كويس، يعني بقوا بيجيبوا حاجات جديدة في الحرب زي ما شايفين ايام ده البلة الثقيل الدعم السري ده. في حاجات كثيرة اتغيرت. وشوفوا زي زيارة نائب الرئيس عقار، طبعا مشى روسيا. ده بيأكد بأنه أمريكا انسحبت، وأمريكا يعني فكت اللجام شوية. أمريكا رخت، لأنه لو كان أمريكا لسه مصرة تضغط على الجيش السوداني أقسم بالله أقار ما كان مشى روسيا. وأقار خليها الأب سياسة صح بعد كده، خلي تاني أقار يمشي صين طوالي، يمشي صين، لأنه الصين بدأ أمك. ففي تغيير في المعادلة، والجيش هينتصر في خرطوم، ونحن مع الجيش وبندعم الجيش. والخزي والآر لأي إنسان بيقف مع الدعم السري، وعارفينكم. ورسالة أيضا للناس اللي في الجنينة أو في دارفور، أي إنسان بلاك وقف مع الجنجويد أقسم بالله الدور جايك، والله هنبلك. الجيش دول انتصر أقسم بالله أنت تشوف لك جهر تخش فيها. وعارفين انكم جد مرصودين بالنعم. ما فعلتوا في الجنينة يا الناس البلاك، اتضامنتوا مع الجنجويد والميليشيات، وقتلتوا أهلكم والأراضي اللي انتوا ساكنين فيها. الجنينة ما بس للمسالك، لكل القبائل. وانتوا جيتوا ومسالك احتضنوكم وادوكم الأرض كويس، واتزوجتوا منه، وعايشين يعني أخوان. والليلة مما قامت الحرب اتضامنت مع الجنجويد أقسم بالله أرجى الراجيك، والله هتتبلى. وعارفينكم جد الدور جايكم، وينتصر الجيش السوداني. تسلموا كثير.